قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل: لا يؤخذ العلم من أربعة. لا يؤخذ العلم من أربعة: لا يؤخذ من سفيه، أي لا يؤخذ من قليل العقل، من عرف بقلة العقل وقلة الحكمة لا يطلب العلم عنده. ولا يؤخذ من صاحب هوى، أي من مبتدع يدعو الناس إلى هواه. ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، أي إذا كان ذا غفلة، فإن ذا الغفلة يضر أكثر مما ينفع. وكم من شيخ لم تكن عنده بدعة لكن كانت عنده غفلة، فركب الحزبيون طريقه واستفادوا منه في ترويج أفكارهم وفي تلويث أفكار الشباب بأفكارهم. فإياك يا طالب العلم أن تطلب العلم من هؤلاء، واحذر تمام الحذر من أهل البدع، وإن زينوا كلامهم، وإن زوقوا كلامهم، وإن أعجبتك عباراتهم. يقول شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله: أصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انطلت عليه وتمكنت من القلب. فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم أو محاضراتهم أو برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. انتبه للشروط الثلاثة: أن يكون قصده أن ينكر المنكر، وأن يكون قادرا على ما يقصد، وأن يكون مميزا بين الحق والباطل، لا ينطلي عليه الباطل. وسئل العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله عن الأخذ عن شيخ عنده بدع، فأجاب حفظه الله: ما يصح المبتدع ما تتحمل عنه ولا كرامة لست بحاجة إليه، تجد غيره. ثم مسائل الإسناد والإجازات في القرآن أو في السنة في الحديث فيها نوع تلذذ، وفيها نوع ممن يعتني بها، فيها نوع تكاثر، وليست كلها عن حاجة شرعية. فتجلس معه أي مع المبتدع وتأخذ منه، لأن بعض طلاب العلم يقول: أنا أجالسهم من أجل الإجازة، أنا أدرس عندهم من أجل الإجازة. هذا الذي يقصده الشيخ. يقول الشيخ: فتجلس معه وتأخذ منه ثم يقع في قلبك محبته. وما من معلم يفيدك إلا وسيقع في قلبك محبته. هذه طبيعة الإنسان، من أفادك ستحبه. فإذا اقتربت من المبتدع وجالسته وقلت فقط هي شهر حتى أحصل على الإجازة، سيقع حبه في قلبك. بل والله إني أقول إن هذا كمن يحتسي السم رجاء أن يأخذ الترياق، وهذا لا يفعله عاقل. يقول الشيخ: وما من معلم يفيدك إلا وسيقع في قلبك محبته. تعرض نفسك للخطر، أي بالجلوس عند أهل البدع. إذا ما وجدت من يعلمك الواجب إلا هو فهذا أمر آخر، يعني له شروط ومواضع عند أهل العلم.